تحياتي. خرج موسى أبو مرزوق بتصريحات صحفية لجريدة أمريكية يدعي فيها ويقول بأنه لو كان يعلم بحجم الدمار الذي سينتجه 7 أكتوبر على قطاع غزة لكان عرضه منذ البداية. سريعا قامت حركة حماس بنفي التصريحات واعتبرت أن تصريحات موسى أبو مرزوق لا تمثل إلا نفسه. كثيرا استخدمت حماس هذه الاستراتيجية أو هذا التكنيك مع تصريحات تخالف التوجهات العامة للحركة. مع فتحي حماد سابقا، مع محمود الزهار، دائما الذي يخرج عن السرب تقول حماس بأنه لا يمثل إلا نفسه. موسى أبو مرزوق حاول أن يلعب على الحبال وأن ينتج تصريحا يرضي الإدارة الأمريكية. المعلومات الواردة تقول بأن هناك قنوات اتصال سرية ترعاها دولة قطر بين الإدارة الأمريكية دونالد ترامب وبين حركة حماس. حماس تريد البقاء في المشهد السياسي الفلسطيني، وقطر الداعم الأول لحركة حماس تريد إبقائها في المشهد السياسي الفلسطيني. واليمين الإسرائيلي وقائد اليمين الإسرائيلي وقائد المنظومة اليمينية الحاكمة في إسرائيل بنيامين نتنياهو يريد إعادة إنتاج مقاربته السياسية ما قبل 7 أكتوبر بتعزيز الانقسام والهروب من استحقاقات العملية السلمية بإبقاء الحد الأدنى من حماس في قطاع غزة. طالما بقيت حماس طالما بقي الانقسام الفلسطيني، وطالما هرب نتنياهو من استحقاقات العملية السياسية التي بدأ العرب بالضغط من أجل إيجاد مسار سلمي واقعي زمني قادر على فرض الدولة الفلسطينية. مجددا، تصريحات موسى أبو مرزوق ليست هي مراجعة من حماس بقدر ما أن الخلافات داخل حماس بدأت تظهر، بأن التيارات التي تحاول حماس نفي وجودها داخل الحركة بدأت تتصارع. هناك عدة رؤى داخل الحركة، هناك عدة تيارات. موسى أبو مرزوق يحاول اليوم مع خالد مشعل والتيار الإخواني داخل الحركة بإرضاء الإدارة الأمريكية للبقاء في المشهد السياسي بإعاز قطري. تحياتي لكم.